السلام عليكم حبايبي ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ انا النهارده طلعت البرجر اللي كنت عاملاه معاكم قبل كده على القناة. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، انا كنت حاطاه في التلاجة اهو. زي ما انتم شايفين انا خرجته طبعا، وكنت طبعا عاملة ما بين كل برجرية وبرجرية اكياس تلاجة مقطعاها وفرداها على كل واحدة. وطبقتها عليها كويس عشان خاطر تفضل كده في التلاجة متماسكة. طبعا دي الكمية اللي كانت عندي، هوريكم كذا طريقة لتقديمها. هنسوي دلوقتي البرجراية، هتطلع بسم الله ما شاء الله متماسكة وحلوة ولونها ذهبي وجميل اهو. هنفك كام واحدة كمان مع بعض. طبعا البرجر بتاع البيت احلى بكتير من اللي بنشتريه من بره، وانا كنت عملت الطريقة معاكم قبل كده، بس حبيت وانا بسويه اخرجه واوريكم التسوية بتاعته وطريقة تقديمه زي ما عملتها لعيالي بكذا شكل. في اللي بيحب بالجبن وفي اللي بيحبه من غير جبنة، وكل واحد بقى بيحبه بطعم شكل. طبعا انا غرقت الكايزر من الزيت بتاع البرجر اللي قليته فيه، وخرطت كده الطماطم وحطيت عليها خضرة، وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. هحط البرجرايه بتاعتي، اضيف عليها بقى الكاتشب اللي انا عايزاه والخضرة بتاعتي. وممكن لو في خس وخيار بنقطعه طبعا طرنشات وبنضيفه برضو عليه. كل ما بتضيفي مكونات كل ما بيبقى احسن وطعمه احلى اهو. دي اول طريقة انا قدمته بيها، وهوريكم كذا طريقة. وطبعا عملته في السندوتشات زي ما انتم شايفين كده، وضفت عليه برضو كل يعني كل المكونات اللي العيله بتحبها، مثلا مايونيز، طماطم، خضرة اهو. ده الشكل بتاع السندوتشات مش الكايزر. ولو انتوا بقى طبعا تمام عايزين طريقة اطلبوها وانا هنزلها تاني. بسم الله ما شاء الله، شايفين شكله يفتح النفس ازاي؟ احلى من بتاع مرة 100 مرة اهو. اللهم بارك. كل حاجة في البيت بتوفر، لان الوقت اللي احنا فيه ده يعني الدنيا كلها غالية جدا ووقت غلا، فبنحاول بدل ما نشتري من بره نشتري يعني الحاجات المكونات ونعملها في البيت واكتر. ودي طريقة فيها طبعا علم. فيهم ما بيحبش الخضرة والخضروات والحاجات اللي موجودة فيها، بيحبوا بس الجبن عليها والمايونيز والكاتشب اهو. طبعا كنا كمان عملنا الكايزر مع بعض. هنا طبعا بنحط الجبنة على الهمبرجر وبنغطي عليه عشان خاطر الجبنة تسيح. بناخده طبعا نحطه في السندوتشات ونحط الحاجات اللي احنا عايزين نحطها عشان يزيد النكهة بتاعته. نغطيه بقى كويس عشان نقدمه اهو. طبعا انا كنت عملت كذا كذا يعني شكل عشان عيالي بيحبوا على كذا طريقة اهو. جبنا هنا كده ساحت. ودي طريقتها كمان بنفس الطريقة اللي هي بالجبنة. كل اللي هنضيف الجبنة ونغطي عليها عشان الجبنة تسيح على الهمبرجر. طريقة تسويته طبعا سهلة جدا ومش بياخد وقت. اللهم بارك. وهنا طبعا انا كنت تخرجت الهمبرجر وهبدأ احطه في السندوتشات تاني اللي هو بالجبنة زي ما انتم شايفين كده اهو. حطينا في كل واحدة كيزراية همبرجرية وحطينا عليها الجبنة اللي هي السايحة. طبعا هنحط كاتشب ونحط مايونيز. دي في بقى الاضافات اللي انت عايزاها، خس، كايزر، مايونيز، اي حاجة انت عايزاها. احنا عيالي بيحبهم، جزء بيحب كده وجزء بيحب كده
لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى في لايك وشير وكومنت حلو منك عشان خاطر القناة تظهر والكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.